حسني، حاتم الوهابي، باين جونيور الكاميروني، عمر نجدي ومحمد العمراوي. هذو هما اللاعبين الاحتياطيين لفريق اتحاد طنجة. طاقم تحكيم هذا المباراه من عصبه الدار البيضاء الكبرى كريم صبري والذي سيقود هذه المواجهه بمساعده محمد ريباني، خيدر عبد الغفور، والحكم الرابع هو محمد زرزاي، فيما المندوب هو عبد النبي كرواش. هذا هو طاقم تحكيم هذه المواجهه. فريق الجزائر فريق الجيش الملكي الاسباني كارلوس الوس فيرير اختار المجموعه التاليه: محمد امين البرقادي في حراسه المرمى كلاعبين: محمد عشيبي، اسماعيل بن معلم، عبد المنعم بوطويل، عبد الواحد الشخصي، حمزه المساوي، توفيق الصفصافي، اريتين زينغا، لوفون بولكونغولي، مصطفى اليوسفي، عبد الغني معاويه، ابراهيم تونغارا المالي. المدرب هو كارلوس فيرير الاسباني. ياسين الحظ كحارس احتياطي كلاعبين. تنظيم محكم تقريبا منذ ساعات، وتقاطر الجماهير كثيره، جماهير ديال الجيش الملكي من مدينه الرباط، وكذلك الجماهير والمدرجات يمكن نتمناو اننا نتابعوها كذلك على مستوى لا يمكن الا ان نعطي يعني الثقه للاعبين في هذه المواجهه صار هذه فرصه لفائده فريق اتحاد طنجة دائما، فرصه كوكو كيحاول انه يسدد دائما الخطوره، هذه فرصه والتدخل الحارس المقبل هو حاضر ويقود دفاع فريق تابعوا التدخل الاخير ديال لاعب توفيق الصافي امام نعمان عرب. نتائج متباينه، النتائج ديال المواصله تاع الغني معاوي شغل يعمل الشاب ديال اليسرى معاوي المدافعين ديال الفريق الطنجاوي القويه. كره في وسط الميدان حتى الدقيقه العاشره دائما تعادل سلبي 0 بين الفريقين. كره طويله في الجهه اليسرى عند المهدي النغمي، ولكن الواحد الشخصي لمس الكره، وبالتالي الزاويه ايوب الخالقي امامنا. تواجد كذلك في تيفيزابي لعبت الكره، خروج البرقادي، امين البرقادي امامنا يدخل الخانه ديال الفرق والانديه المتوجه باللقب. اتحاد طنجة على الموسم الماضي في الرتبه الاولى 52 نقطه، 14 انتصار، 10 تعادل، عدد كبير من الانديه التي كانت تحضر للمشاهده. فرصه تسديده قويه، ولكن كنقول بانه ابراهيم تونغارا اللاعب المالي على دفاع فريق اتحاد طنجة. تابعوا التمريره ممتازه، مشى اللاعب تونغارا ما كانش في وضعيه التسلل، ولكن لاحظوا التسديده لم تكن معطره، وبالتالي خرجت مهدي النغمي محاوله زاويه، لعبت الكره دائريه، فرصه وخروج موفق في الحال للجيش الملكي. ضاعت الكره موكوكو، انطلاقه ديال موكوكو، الحكم فتح موكوكو نويمي، لعيب اللي اعتقد بانه زامبي كيسدد تسديده قويه كتضرب في الحائط، دائما رجعت نعمان عربي يسدد الكره مشات خارج الملعب لفائده فريق الجيش الملكي. فريق الجيش الملكي ديال الكره تجاوزت نصف الملعب. ايوب القعداوي سرعه في الخطا، الحكم المجري كيطلب اليسرى دي فرصه، حمزه المساوي شغل يعمل ليحتفظ بالكره، المساوي رفع الكره دي فرصه، محاوله التمرير تونغارا دخل داخل المعترك، هذه فرصه، محاوله التمرير الممتازه على حساب الشيء التونسي. بدايه الاسبوع فريق الوداد سيرحل لمواجهه فريق كوكو كاستان من اركابون، لقاء اللي غادي يقودوا التونسي السادس من الحضور ديالها في هذه المناسبات القاريه. لفرصه المهدي النغمي، مثل ما قلت بانه كان هداف واليوم يلعب امام فريقه السابق. تشجيعات متواصله، كاس افريقيا التي ستقام ب برقادي كتضيع من الكره دي فرصه كانت خطيره لفائده اتحاد الطنجة. الحظ بانه تم تحقيق وابعاد الكره دي فرصه ديال الملعب امامنا. ابراهيم تونغارا كيشوف يعمل يوسفي، كان يمرر في الجهه اليسرى تسديده ولكن بعيده، تسديده عبد الغني معاويه ولكن بعيده كل بعد على تسديدة معاوي. لاحظوا العمل الكبير اللي قام به مصطفى اليوسفي، مراوغه جوج اللاعبين، مشى مصطفى اليوسفي تمنى تكون افضل، ولكن حاول يوضع الكره امام اللاعب معاوي الذي القوه ديال المباراه القويه. تابعوا التدخل في خطا، هذه الكره الثابته سفيان لعبت الكره التنفس، كاين هذه فرصه لبعيده الفريق وفرص التي تابعنا ابراهيم الشمالكي، محاوله تمرير ترفع الكره داخل المعترك، اصابه للاعب مصطفى اليوسفي في الوقت اللي حديث تمريره عند الشنتوف. هذه فرصه لبعيده فريق اتحاد طنجة، تمريره في اتجاه موكوكو، ولكن فرصه موكوكو مراوغه، محاوله التمرير ترفع الكره، فرصه
تدخل الدفاع، تدخل النادي المواجه ايوب القعداوي، لعبات كره فرصه راسيه فوق كان طوبيو كوليبالي، دخول اللاعب الايفواري. لكن هذه الفرصه، نتابعوا الفرصه، كانت يعني محاوله حث اللاعب المدينه الغربي على ضربه بيقاس، ولكن ما مشاش بالطريقه اللي بغاها، وبالتالي كتضيع هذه المحاوله. تابعوا من هنا كذلك فرصه طوبيو كوليبالي، تمريره من إريتي في داخل المعترك، راسي ديال ايوب القعداوي، توفيق الصافي دائما للخطوره، نعمان اعراب. هذه فرصه لفائده فريق اتحاد طنجه، تسديده ديال الشجوف ممتازه، لانه كانت يعني الطريقه باش يمشي اليسرى وضع الكره تمشي اليمنى، كتمشي بعيده عن القائم الايسر لمرمى الحارس محمد امين المرتقي الكبير. كذلك الفريق اللي داوي يكون على الكره امام رضوان المرابط، تمريره مشكل كبير بين المدربين. عبد الواحد بن قاسم المباراه نتابعوها، والجوله الاولى نتابعوها بهذا الشكل. صحيح بانه متحركه طبعا. هذه فرصه كانت الكره، تدخل لاعب زينكا، تمريره، هذه فرصه كوكو خروج الحارس. هذه فرصه لفائده فريق الجيش الملكي، تبرعت الكره داخل المعترك وتدخل شنجوف، تمريره في الجهه اليمنى. هذه فرصه لفائده فريق اتحاد طنجه، محاوله المراوغه عبد الغني معاوي، كره فرصه لفائده فريق الجيش الملكي، انطلاقه ديال ابراهيم تونغارا، والحكم باش يعلن الحق سيكون هناك اطار بالفعل. الحكم يعلن عن الخطا على مشارف مستطيل العمليات وفريق الجيش الملكي. لاحظوا الانطلاقه ديال المالي ابراهيم تونغارا، كان صراع مالي او لعب ستيفن زامبي. الكره الثالثه اللي كانت في الخطوره، محمد الشيبي، كره كيما مره في اتجاه اللاعب احمد الشنجوف، كوكو، ولكن ما وصلتش الكره من جديد. نعمان اعراب كتضيع بالكره، احمد الشنجوف، انطلاقه من احمد الشنجوف، احمد الشنجوف، محاوله المراوغه، الشنجوف كيفقد التوازن ديالو، كتضيع هذه الفرصه. فريق اتحاد طنجه ولا كتسيكا عنده المباريات بين الفريقين دائما هناك قوه، هناك اثاره، هناك تشويق. نذكر بانه لقاء الذهاب بالمقابل الموسم الماضي فريق الجحيم دير الرحمه من نقطه الجزاء، وكان هناك ضربه جزاء في لقاء الاياب. كذلك عرفتوا فريق الجيش فريق اتحاد طنجه من اليد مرتدا فتيات بالفعل حمزه المساوي، والحكم يعلن خطا لفائده فريق. دخول باي جونيور امامنا، زينكا لتبادل كروي بين اللاعب الكونغولي واللاعب الايفواري، وفتحت الكره في الجهه اليسرى عند حمزه المساوي، غيرفع الكره، ترفع الكره، فرصه تدخل سددت كوليبالي كيرفع الكره داخل المعترك. ايوب الخالقي برا انطلاقه ديال عند واحد الشخصي سعودي عبير، غادي يحاول مرات الكره، ولكن بعيده كل بعد. واحد الشخصي اللي كانت سواء لمصطفى اليوسفي او لموكوكو مؤثره. عرفوا القيمه ديال هاد اللاعبين. كانت الرأسية ديال اللاعب باي، يدخل منذ قليل باي جونيور لاعب الكاميرون، تدخل امين المرتاني. مراوغه ممتازه ديال المهدي الدغري، حكم فريق الجيش الملكي، حكم تقول واصل اللعيب، حكم تقول واصل اللعيب. تذكر بالانديه الرجاء، الاولمبيك اسفي، نادي قنيطري، كان عنده تجربه رفقه فريق قبل الالتحاق بفريق الجيش الملكي. يدفن الشرط، تدخل ديال هشام المجهد، كنلعبوا الان الدقيقه 64 دايما شيبي اتجاه توفيق الصافي في الجهه اليمنى، توفيق الصافي امامه نعمان اعراب، توفيق الصافي انطلاقه، نعمان اعراب ممتاز في افتكاك الكره. لاحظوا التدخل جيد ديال نعمان اعراب هنا، الاحتجاج ديال نعمان اعراب كيما راه في احمد الشنجوف، تمريره عند جونيون باي، والحكم المساعد رفع الراس. هناك يفقد المكانه ديالو كرسمي بتواجد لاعب بامكانيات وقيمه الكونغولي موكوكو. يتنفذ الخطا من محمد امين البرقادي.